كل سنة وانتم طيبين، ومفيش أحلى من الكنافة في رمضان. هنعمل النهاردة إن شاء الله الكنافة بالجلاش وبالسوداني، طريقة جميلة جدا. وشفتها بصراحة على اليوتيوب وعجبتني الطريقة، حبيت أنفذها كده معاكم. وبصراحة طلعت طعمها تحفة ومختلفة كمان عن الطرق التقليدية. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. معايا كوبايتين من السكر، ضفت عليهم كوباية من المية وعصير ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل. ممكن نضيف عسل جلوكوز. نرفع الطاسة على النار، وبالظبط بعد الغليان نعد كده حوالي 3 دقايق أو 5 دقايق، ونطفي على طول. ونضيف بقى كيس فانيليا، ونسيب بقى العسل على جنب. نبدأ نعمل الكنافة. دي حوالي نص كيلو كنافة كنت مفرزاها عشان تبقى سهلة طبعا لما أكسرها. شوفوا بتتكسر بكل سهولة لحد ما نوصل كده الكنافة تكون ناعمة جدا. هنضيف عليها حوالي 3 معالق من السكر البودرة، وأقلبهم مع بعض كويس. دي كوباية من الزبدة فككتها كده على النار، ممكن تستخدمي سمنة برضو، يعني الحاجة المتاحة عندك. وببدأ أدهن الصينية دي، مقاس تقريبا 40 في 40. طبعا بدهنها دهنة كويسة جدا. بعد كده بنزل بالكنافة وأفردها في الصينية، وحاول كده أضغط عليها كويس قوي عشان نساوي الوش. ممكن برضو نستخدم كوباية أو طبق أو الهراسة بتاعة البطاطس برضو بنساوي بيها الوش، عشان طبعا في التسوية تكون واخدة لون واحد. نبدأ بقى نوزع الزبدة على الوش بالراحة كده، ما نحاولش نقرب الفرشة من الكنافة لحد ما نشربها كويس جدا. بعد كده انا هستخدم حوالي ربع لفة جلاش. لو في عندك برضو بواقي تقدري تستخدميها، وهبدأ اقطعها قطع صغيرة. نحطهم بقى في صينية فرن ونفردهم، وبعد كده برضو ننزل عليهم بحوالي 3 معالق او 4 معالق من الزبدة. نرش كده على الوش، وبعد كده نوزعها كويس. الخطوة دي تقدري ان انت تعمليها على البوتاجاز عادي، يعني تقدري ان انت تحمري الجلاش، بس بصراحة بيبقى متعب جدا. انا بحطه كده مع الكنافة في الفرن. وطبعا بيبقى درجة الحرارة تقريبا على الكنافة والجلاش حوالي 180، وبحطهم في الرف الأوسط، وبشغل المروحة، وبفضل طبعا أقلب في الجلاش باستمرار لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح. بعد كده معايا كوباية ونص من السوداني المتحمص، ومهم جدا يكون السوداني متحمص. وبعد كده نقلبه مع الجلاش، وبدخلهم الفرن تاني حوالي 10 دقايق، ونقلب فيهم برضو باستمرار عشان السوداني يتحمر اكتر. بس ناخد بالنا ان الجلاش والسوداني ما طبعا ما يحمروش بزيادة. هنا بقى هبدأ انزل بالعسل على الجلاش والسوداني. بحط حوالي 3 او 4 معالق كبيرة. هنا بقى الكنافة خرجت من الفرن، طبعا حمرتها على الهادي يعني تقريبا على 180 درجة. بتاخد حوالي تقريبا في الفرن ساعة الا ربع عشان تاخد لون طبعا من فوق ومن تحت، وتكون برضو من نص متحمرة كويس. هبدأ انزل هنا بالجلاش والسوداني، واوزع بقى على الوش كويس قوي. شوف بتتوزع بكل سهولة لان طبعا هي لسه دافية شوية زي ما احنا شايفين. ونضغط عليها كده برضو بأي حاجة عندنا، ممكن كوباية، ممكن طبق. دي الهراسة بصراحة بتظبط الوش كويس. هنبدأ بقى ننزل بالعسل.
طبعا بوزع بقى على كل الجوانب كده وفي النص كمان. طبعا العسل على حسب الرغبة، لو عايزة تضيفي الكمية كلها، بس بصراحة أنا حسيت إن نص الكمية كده تقريبا كويسة جدا على الصينية دي. يعني زي ما احنا شايفين اتبقى حوالي كوباية. بحطها بقى في التلاجة حوالي ساعة عشان تتماسك طبعا بعد إضافة العسل. بعد الساعة ببدأ بقى أقطعها، شوفوا تماسكت جدا. قطعها بقى مربعات أو بالشكل طبعا اللي تحبيه. شو بقى هبدأ أخرج قطعة كده من الكنافة زي ما احنا شايفين متماسكة، وطبعا لونها تحفة. شوفوا كمان مستوية جدا من تحت، ولونها كمان مظبوط جدا. طبعا الميزة في الكنافة دي ان انتي تقدري تحتفظي بيها في التلاجة وتقدميها ممكن 3 ايام او 4 ايام كمان. ممكن تحتفظي بيها في الفريزر كمان، بتبقى حلوة جدا. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في قناتي ينزل اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.